السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنتكلم على الMCP وإيه فكرة الMCP server. بس قبل ما أتكلم بس على الMCP هي مقدمة سريعة عن AI agent. يعني الجزء الأولاني ده هيبقى جزء نظري، يعني لو أنت مش مهتم بالAI ممكن تسكيب الجزء ده يعني. الفكرة إيه هو الAI agent؟ هو عبارة عن LLM، يعني ممكن تبقى مثلا GPT مثلا 4.0 أو O1 بتختار. هو LLM عادي وواخدة prompt already جاهزة، في system prompt جاهز بتعرفه الجول بتاعه. يعني مثلا يبقى الكود بتاعنا مثلا، يعني لو عملناها في كورسر، فانا هنا لما باجي اختار هنا انا كده اخترت الاليمنت بتاعتي، والرولز هي السيستم برومبت. تمام. الفكره بقى في التولز، هي دي بقى الجزء الحلو اللي في الموضوع. انا التولز بتاعت كورسر ايه دلوقتي؟ التولز بتاعت كورسر العاديه اللي هي بتاع كانه اديتور عادي. فايه اللي ممكن نعمله في الاديتور؟ ممكن يشوف فايل، ممكن يكريت فايل، ممكن مثلا يكتب في فايل. فكلها حاجات ايه؟ لوكال، حاجات لوكال وخاصه بالاديتور قوي. فكل الادوات في كورسر بشكل عام هي ادوات لوكال. فجت شركه كلود او انثروبيك اخترعت كونسبت بتاع الام سي بي، اللي هو اختصار موديل كونتكست بروتوكول. هو بروتوكول بتوسع عمليه التولز، او بتوسع التولز ما بين السيستم والسيستم. بمعنى انا ممكن اروح لكورسر وعاوز اربط الادوات بتاعته غير اللي هي لوكال، اخليها بقى يعني حاجه بره مثلا. يعني ممكن من جوه هنا اقول له مثلا ابعت لي رساله واتساب كذا. فالفكره كلها بيبقى فيه حاجه اسمها ام سي بي سيرفر. ده بيبقى سيرفر خارجي، يعني سيرفر خاص مثلا بواتساب، جاهز ان هو يستقبل انبوت من الاديتور بتاعي، كاني بقلب ده لبراوزر وانا بروح اقول له كذا حاجه. التول بشكل عام بتتكون من نيم، من انبوت سكيما، ديسكريبشن. هنشوفها في مثال. طب اول ما نبدا كده، بص يعني احنا رحنا كتبنا في اي اديتور مثلا على الام سي بي، انا رحت كتبت كده ام سي بي جيت هاب. هنخش على الجيت هاب بتاع الام سي بي، الدنيا تبقى واضحه شويه. اوكي تمام. بيفتح الموديل كونتكست بروتوكول. احنا عاوزين نخش على السيرفرز المتاحه. خلينا نخش على الجيت هاب. ماشي، الجيت هاب سيرفر انا هفتحه كده عشان نشوف الدنيا واضحه ازاي، نفتح الكود اصلا ونشوف الدنيا فيه شكلها ازاي. نفتح مثلا الاوبريشن، انا عاوز مثلا ممكن نفتح البرانشز. حلو، عشان نبقى فاهمين اصلا الام سي بي سيرفر شغال ازاي. هتلاقي اول ما تخش كده هتلاقي السكيما بتاعت التول نفسها. عشان تبقى فاهم الدنيا شغاله ازاي، انت بتروح لل ام وتقول له انت ايه ال ام، انت بقيت ايجنت دلوقتي ومعاك التولز المتاحه دي. حلو. فمثلا هو عنده تولز اسمها كريت برانش. تمام. وفيها بتاخد كريت برانش اوبشن، ده سكيما. هتلاقي كريت برانش اوبشن، ايوه دي سكيما. هي السكيما دي بتحدد فيها بقى انت عاوز تبقى شغال ازاي. مثلا خلينا في السكيما كريت برانش سكيما. مثلا الاونر، ايه هو الاونر؟ فريبوزيتوري اونر يوزر نيم اورجانيزيشن. فهو ال ام بيبقى عارف الحاجات دي. الريبوزيتوري انت شغال عليه، الريبوزيتوري نيم لازم بيبقى عارف، وديت بتقول له ان دي خلاص معانا، دي ريكوايرد مثلا لازم تجيبها عشان تعمل التول دي في الاخر هي ميثود عاديه جدا، زي هنا مثلا اهو. ميثود عاديه جدا ليها ديسكريبشن بتوضح هي بتعمل ايه، وممكن يشتق من اسمها عادي. فهي بتكريت برانش، فمش محتاج يبقى لها ديسكريبشن اكتر من كده. بتاخد ايه؟ بتاخد اونر، وبتاخد ريبوزيتوري، وبتاخد اوبشنز. الاوبشنز دي حاجه اسمها كريت برانش اوبشنز، هو معرفها فوق. تمام. كل ده بيبقى واضح لل ام ام هي تختار ازاي. طب هنا بيعمل ايه؟ هنا بيروح ينادي على الجيت هاب ومديله الاونر والريبوزيتوري وكذا، بيروح كده يكريت ريبوزيتوري تاني، وبرجع في الاخر بيعمل بارس الريسبونس اللي هيرجع ويريترن الموضوع. اول ما ريترن بقى بيبقى مثلا في سكسس او فيلد او هكذا، والال ام بتحدد اذا كانت هتنادي تول تاني ولا لا. فالتول تاني هي اختصار لميثود وليها ديسكريبشن او نيم، والانبوت سكيما بتاعتها. ده انت عشان تكريت اصلا، احنا طبعا انت مش محتاج تكريت حاجه. طب الدنيا بتشتغل ازاي؟ بيبقى في سيرفر مثلا جيت هاب سيرفر، هو اوريدي جاهز. فالجيت هاب هو سيرفر مش محتاج حاجه تاني. وفي بقى الكلاينت. ايه هو الكلاينت؟ مثلا الكلاينت بالنسبه لنا احنا هنا كرسر، هو بتقدر تنادي منه. ايه اللي موجود؟ حاجه تاني ويند سيرف برضه شغال، ده يعني منافس لكرسر. وفي الكلود اللي هو الديسك كلود نفسه، الابلكيشن نفسه شغال برضه. فانت لو عندك كده ممكن توصل الحاجات دي بام سي. ده بشكل عام الام سي بيز. طب الكوميونيكيشنز بتتم ازاي؟ في حاجه اسمها ستاندرد انبوت اوت. ده لو انت شغال، لو انت مثلا عاوز تعمل حاجه مش سيرفر خارجي، يعني حاجه لوكال. حلو، انت ممكن تروح جاي عامل حاجه لوكال في الجهاز عندك، وده طريقه الكوميونيكيشن بتاعتها. وفي حاجه اسمها سيرفر سنت ايفنتس، دي خاصه بالحاجه اللي بتبقى ايه على النت، مثلا جيت هاب، واتساب، اي حاجه ممكن توصل بعد كده مثلا بنوشن. احنا شغالين اصلا في الشركه عندنا بنبني ار بي سيستم. فانت هنا من جوه اصلا تقدر تقول له ايه، تاخد التاسكات بتاعتك بدل ما تروح تفتح السيستم وتشوف الدنيا. لا، انت بتكتب هنا انا عاوز التاسكات بتاعتي، فتجي لك التاسكات بتاعتك. طب انا خلصت التاسك ديت، فانت تروح تقول له مثلا انا خلصت التاسك ديت، فهو يروح يسمع في السيستم ان انا خلصت التاسك. لما يجي مثلا المانجر بتاعك، هو من غير ما يسالك هو عارف انك مخلص التاسك. ممكن نستخدم ازاي الام سي بي مع كورسر في شويه تجميعات للام سي بيز. فاشهرهم يعني، انت اصلا دخلت على الام سي بي زي ما احنا دخلنا كده في الاول. هنا دي السيرفرز الموجوده، هتلاقي حاجات كتير قوي ريدس، وممكن تتكلم مع حاجات كتير قوي قوي قوي. يعني في حاجه اسمها سميثري برضو،
أيوه سميزري، نفس الفكرة هتلاقي حاطط حاجات كتير أوي GitHub برضه وحاجات من كده كتير، وفي GitHub أو في cursor directory تمام. cursor directory هتلاقي فيه MCBs، هو هتلاقي فيه حاجتين، في MCBs وفي rules. أدي rules أهيّة لو أنت عاوز rules معيّنة، وفي الMCBs شوف بقى أي MCB ممكن أصلًا Google Ads دلوقتي توصّله بيه، يعني الدنيا بقت عالية جدًا، عاوز توصّله بFigma، عاوز توصّله في Slack، كل اللي متخيّله هتلاقيه هنا. في أصلًا من حوالي يومين نزّلوا الWhatsApp ممكن من خلال الcursor أصلًا تبعت رسالة WhatsApp. خلّينا نبدأ بقى نعمل MCB يكون خاص بينا. هنعمل إزاي الMCB الخاص بينا؟ أول حاجة هتروح جاي داخل هنا على الsetting على الMCB. أنا already عامل واحد، عامل 2 قصدي، هنعملهم برضه. هتadd global new MCB. هتظهر لك لا إما الرسالة دي، لا إما بتظهر بشكل مختلف، بس هي نفس الconcept يعني. أنا جِبت الكود ده منين بالضبط؟ خلّينا نخش على GitHub أهو، إحنا كنا فاتحينها GitHub. أوكي، هانزل تحت خالص. هو بُص هنا بقى بيعرّف لك الtools اللي عنده، هنا بيcreate أو يupdate الfiles، بيpush الfiles، بيsearch على repository معيّنة. كل دي الtools اللي بتبقى متاحة للagent. هتلاقيه عمّال يقول لك كل الtools اللي موجودة في الagent تمام. إيه الحاجات اللي بيختارها؟ بالنسبة لي أنا مش شغّال docker، أنا شغّال MPX، وأنت هتلاقيك كلّه MPX دلوقتي، فهتاخد الكود ده كده copy paste وتحطه عندك هنا، هتلاقيه شغّال معاك زي الفل. في فكرة بس حاجة، الGitHub personal access token هتجيب الtoken منين؟ هتخش على GitHub عادي. أوكي تمام، هتنزل تحت كده في الsettings، خلّينا developer settings تحت برضه. personal access token خلّينا في الtokens الclassic. هتعمل generate new token، خلّيها token classic. أوكي، هتقول له أنا عاوز مثلًا هاحط الexpiration اللي أنت عاوزه. أنا بالنسبة لي ما باحبش يبقى expire أصلًا. هتدّي له أهم حاجة، بس دي بالنسبة لي أهم حاجة، إنك تحط له access على الrepository بحيث إن هو يشوف الrepository ويرفع والكلام ده كلّه. لو أنت عندك organization بتحط له الadmin وكده يعني، بس على حسب أنت عاوز إيه بالضبط. بس وبعد كده بتcreate الtoken وبتاخده بقى تاخده وتحطه هنا. أنا كده ده هامسحه أصلًا كده يعني. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ أمّا تيجي تخش بقى على الMCB، هتلاقي الGitHub لو مش منوّر بالعلامة الخضرا دي كده، هتلاقي هنا في زي reload هتتّك عليها، أهي الroll دهيّة، هتتّك عليها شغال معاك تمام جدًا. ده بقى اللي موجود ده كلّه الtools اللي عنده. أنا ممكن ده أرفعه دلوقتي في repository مختلف. أقول له مثلًا create مثلًا، بلاش أحط أهو create new repository. هو أنا موصّله دلوقتي بالGitHub، فهو هيروح يcreate new repository. أصلًا ممكن أقول له الاسم بتاعها يعني تمام. هو راح يcreate repository، هيسمّع من عنده بقى، غالبًا هيسميها حاجة زي CRM أو حاجة زي كده يعني. أوكي، أوكي تمام، وخَد رأيي. أنا مش مدّي له access طَب أنا مش هارن الtool. هو دلوقتي أنا لو دخلت على GitHub هالاقي repository جديدة جاهزة متكريتة بالحوار ده كلّه. ممكن أقول له بعد كده ارفع لي المشروع ده على الريبو الجديدة مثلًا، فخلاص بقى موجود هنا. في بقى حاجة جميلة جدًا دلوقتي اسمها browser tools MCB. من الحاجات القوية جدًا دلوقتي. هنخش على browser tools MCB. أوكي، ماشي، هنخش على الbrowser tools وخلّينا نعمل لها install هنا. أول حاجة بيقول لي اعمل clone، فهاعمل clone هنا. هافتح الterminal. أوكي، أقول له مثلًا اعمل لي clone هنا. تمام أهي نزلت. تاني حاجة هاروح جاي فاتح إيه هي الbrowser tools برضه عشان الدنيا نبقى فاهمين. أنا بافتح للagent إنه يشوف الbrowser ويشوف الlogs بتاعته ويشوف الnetwork بتاعته ويشوف كل حاجة في الbrowser كأنه قدّامي. ماشي، هنا هاروح جاي فاتح الbrowser وعاوز الextensions وأمانج الextensions. أهم حاجة بس تعمل الdeveloper mode on وتload unpacked. هتخش جوّه الbrowser tools، تخش جوّه كمان الchrome extension، هتتك بس كده وتتك select folder. هتلاقي هي بقت عندك دي. أنا هاعمل remove دي. أوكي، خلاص كده ده بقى جاهز عندك. هارجع تاني، هو حتى بيشرح لك manage الextension أهوّة وهتload unpacked وهتختار الextension واتأكد اللي هي فيها الmanifest. set up الbrowser. أوكي، فاتح الMCB تمام. تمام، أوكي تمام. هو فتح وبيقول لك بقى إزاي تحط في cursor. فهتفتح هنا الMCB برضه وتك add new global server MCB وتحط الكلمتين دول يعني شوية دول بالضبط command. أنا هاسيب بتاعتي كلها أصلًا في الcomment تحت بحيث الناس تقدر تعمل لها. طبعًا هاشيل ده وده هامسحه أصلًا. أول ما ترجع
هتعمل reload هتلاقيه شغال معاك، تمام. نخش تاني آخر حاجة بقى، عاوزين نشغّل السيرفر بتاعنا. السيرفر ده بيعمل إيه، بيفتح WebSocket ما بين cursor وما بين البراوزر، بحيث cursor يبقى شايف إيه اللي بيحصل في البراوزر. فخلّينا نفتح cursor، تمام، واخلّيه يrun الcommand ده. خلاص هو دلوقتي مفتوح. هو دلوقتي أنا لو دخلت على المشروع بتاعنا اللي إحنا كنا عاملينه، أوكي inspect. إحنا مش عاملين npm start. خلّينا نفتح npm start ls نسمي cd نخش على الCRM npm start. تمام فتح. أوكي، خلّينا بقى نخش نجرّب دلوقتي. نفتح chat جديد وأقول له مثلًا what you can see in the console log now. أنت أصلًا ممكن تطلّع أنت هتستخدمه كده، هتقول له مثلًا عندي error في الconsole log روح شوف. هم حتى أصلًا في الbrowser tools حاطين لك إزاي تكلمهم. يعني أنت مثلًا لو عاوز تكلمه ممكن تقول له الكلام ده كله، مثلًا تقول له can you edit current الelement لو أنت عاوز تimprove الSEO performance وهكذا. بس فأنت تقدر تكلمه. هو بيقول لك أنا هاروح أعمل أهو، هاروح أعمل الtool اللي اسمها كذا، فأيوه أروح أعملها. أوكي، بيشوف الerrors. هو بيقول لك حتى الآن ما فيش errors عندك. فأنت فعلًا المفروض دلوقتي لو أنا دخلت على الموقع عندي ما هيلاقيش أي console logs error. بالضبط، الدنيا سليمة 100%. نفس الفكرة لو عندك error بقى ممكن تروح تقول له الerror عندي كذا صلّحه. فأنت إلى حدٍ ما بيسرّع عملية الكود بشكل مش طبيعي يعني. بس وكده إحنا يعتبر شرحنا الMCP وادينا تفاصيله، وإن شاء الله نشوفكم في سلسلة تانية قريب بإذن الله.